السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما ننول السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يا رب دايما ننول السعادة في رضا ربنا علينا، وفي كرمه علينا، وفي رحمته علينا. كتير مننا فاكر ان السعادة في المال، السعادة في جمع المال، السعادة في اللبس، السعادة في العربية، السعادة في ان انا ابقى عندي فيلا، السعادة ان انا يكون معايا فلوس كتير اجيب كل اللي نفسي فيه. لكن للأسف مش هو ده مفهوم السعادة، ومش هي دي معنى السعادة اللي احنا النهاردة عايزين نتكلم عليها. السعادة الحقيقية اللي احنا لازم ندور عليها هو رضا ربنا علينا. السعادة اللي احنا لازم نبحث عنها، ويعني نكرس كل جهدنا فيها ان احنا نشوف رضا ربنا علينا. هو ده معنى السعادة. رضا ربنا علينا مش هيجي ان انا هقول يا رب ارضى عني. طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عن عباده اللي بيطلبوا منه الرضا، ولكن كمان الرضا بالعمل بالعبادة. ان انا يعني طبعا العمل عبادة، ان انا اشتغل عشان اكل، عشان اجيب فلوس، عشان اشتغل. ده نوع من انواع العبادة. لكن العبادة التانية اللي احنا هنلاقي فيها سعادتنا، وهنلاقي فيها كل مدخراتنا وكل حياتنا، هي العبادة الأصلية. عبادة الصلاة، عبادة قراءة القرآن، عبادة التسبيح، عبادة الاستغفار، عبادة حب الله، عبادة ان انا دايما اتدبر في القرآن، وان انا افكر في ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما تدور على السعادة في الفلوس، او السعادة في المنصب، او السعادة في اي حاجة انت شايفها من متاع الدنيا. لا، فكر في العبادة، فكر في السعادة ان انا ان ربنا يرضى عنك. لان هو لو ربنا سبحانه وتعالى رضي عنك هيوصلك لاعلى سمو السعاده. السعاده الحقيقيه، السعاده هو رضا قلبك من جوه. السعاده انك تلاقي قلبك فرحان من جوه. ممكن تكون بتضحك بس قلبك من جوه في حاجه مضايقاك. هو ده العباده. القران، التسبيح، الاستغفار، التدبر، كل ده هو اللي هيمحي الحاجات اللي انت شايفها حاسسها بقلبك. مهما كنت معاك فلوس، ومهما كنت مبسوط، ومهما كنت بتضحك وواصل لأعلى المناصب في الدنيا، وواصلة لأي حاجة انت عايزة أو انت عايزاها، إلا إن دايما بيبقى الإنسان جواه حاجة هو فاقدها. احنا فاقدين حاجة واحدة، فاقدين ان احنا نتقرب لله ونتضرع لله، عشان نشوف السعادة الصح، عشان ندور ونشوف هي دي سعادتنا. سعادتنا في حب الله، التدبر والقرآن. سعادتنا في حب ربنا ورضا ربنا علينا. دايما اطلب رضا ربنا علينا. دايما اطلب من ربنا ان هو يرضى عنك، ان هو يشملك برحمته وبعفوه. دايما خليك قريب من ربنا. هي دي السعادة اللي احنا بندور عليها. هي دي السعادة، السعادة في الدارين، الدنيا والآخرة. السعادة ان انا امسك المصحف اتدبر القرآن. السعادة ان انا كل يوم اقرا لي حتى ولو ايتين، 13 ايات. ال10 ايات هياخدوا منك بالظبط 3 4 دقايق، بس هتطلع منهم بمنتهى السعادة. في كل يوم وانت بتقرا آية واتنين وتلاتة هيديك خيط يوصلك للسعادة. مع ان انا برضك بصلي، مع ان انا بتقرب لله. يعني يبقى عندي خشوع في الصلاة، عندي تدبر في القرآن، عندي دايما لساني يعني دايما بذكر الله. دايما بطلب العفو والرحمة والمغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. هي دي السعادة. السعادة برضك ان انت تسعد غيرك، ان انت لو لقيت اي حد مسلم زيك، او لو يعني حد محتاج لك ان انت تمدله ايدك بأي شيء هو محتاجه، وانت في استطاعتك ان انت تديه، ده نوع من انواع السعادة. لان ربنا هيسخرك اللي انت يسخر لك اللي انت برضك اللي انت عملته فيه. هتبص تلاقي سبحان الله ربنا سخر لك حد تاني يسعدك بطريقة. ما تبخلش عن حد بحاجة، ما تبخلش عن حد بحاجة انت قادر تديها له. ما تبخلش عن حد بكلمة طيبة، بصدقة، بعمل كويس تقدر تعمله له، بمساعدة تقدر تعملها له. هي دي سر السعادة في الدنيا. خسارة كبيرة اللي يفتكر ان السعادة في المال. السعادة في حب الله. يا رب كلنا ننول حب ربنا، وننول رضا ربنا، وننول رحمة الله سبحانه وتعالى. ويا رب يسعدنا ربنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. أسيبكم على خير، ودمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.